زمان قريت قصة خيال علمي اسمها على ما أذكر آلة المستقبل. القصة بتقول إن في شركة اخترعت جهاز يقدر يعرض لك مستقبلك قدامك على الشاشة، والشركة كانت متوقعة أرباح خيالية من الاختراع ده. وفعلا بدأ الناس يدفعوا عشان يشوفوا مستقبلهم، بس حصلت حاجة غريبة جدا، وهي إن كل اللي استخدموا الجهاز انتحروا. والإشاعات طلعت إن الجهاز فيه عطل بيأثر على العقل وبيخلي الناس تنتحر، لحد ما لحقوا واحد من اللي حاولوا ينتحروا وأنقذوه قبل ما يموت. وسألوه ليه عايز تنتحر؟ وهل العطل اللي في الجهاز أثر عليك فعلا؟ قال لهم لأ، الجهاز شغال تمام، وأنا شفت مستقبلي فعلا، بس شفت مستقبل غير اللي كنت متوقعه. أنا كنت متخيل إني هكون غني وعندي شركتي الخاصة ومراتي بتحبني وأولادي حلوين وهاديين زي اللي بشوفهم في الإعلانات، لكن اللي شفته كان حاجة تانية خالص. شفت نفسي لسه موظف زي ما أنا وفقير، وكمان بقيت أصلع وعندي كرش، وخناقات ما بتخلصش مع مراتي على المصاريف، وأولادي مزعجين ومشاكلهم ما بتخلصش. أنا مش عاوز أعيش المستقبل ده. أنتوا ليه أنقذتوني؟ دلوقتي أكيد بتسأل إيه علاقة القصة دي بالجواز عن حب؟ الحقيقة القصة ملهاش علاقة مباشرة بالجواز عن حب، لكن ليها علاقة كبيرة بحاجة واحدة بس، وهي التوقعات. ودي أكبر مشكلة بيقع فيها المتجوزين عن حب، لأن ناس كتير فاكرين إن الجواز عن حب هو أقصر طريق للسعادة، وإن الحب لوحده كفاية إنه يبني حياة مستقرة. بس الحقيقة إن قصص حب كتير انتهت بخيبة أمل وانفصال، وساعات بتتحول لعداوة. وفي نفس الوقت بنلاقي اللي اتجوزوا جواز تقليدي أو جواز صالونات زي ما بنسميه، عايشين ومبسوطين. طيب هل المشكلة في الحب يعني؟ لا يا صديقي، المشكلة مش في الحب نفسه، المشكلة الحقيقية في توقعاتنا. يعني احنا شايفين المستقبل ازاي ومتوقعين ايه من الطرف التاني، لأن ببساطة توقعات الإنسان مسؤولة بشكل كبير عن سعادته أو تعاسته، وهي اللي خلت الناس في القصة ينتحروا، لأنهم لما شافوا المستقبل لقوه أقل بكتير من اللي كانوا متوقعينه. وهنا يا صديقي مربط الفرس، وأول مشكلة حقيقية من مشكلات الجواز عن حب. كل واحد بيدخل الجواز وفي دماغه صورة معينة وتوقعات مسبقة عن الطرف التاني وعن شكل الحياة معاه، والتوقعات دي موجودة في أي جواز سواء عن حب أو جواز تقليدي. بس المشكلة في الجواز عن حب إن التوقعات دي بتكون مرتفعة جدا وغير واقعية. إزاي؟ خليني أسألك سؤال بسيط. لو أنت في علاقة حب، إيه توقعاتك عن الشخص اللي بتحبه؟ أكيد ردك هيكون صفات كلها جميلة وإيجابية، وإلا ما كنتش هتحبه أصلا، صح؟ بس استنى لحظة، هو أنت فعلا بتحبه ولا بتحب الصورة اللي في دماغك عنه؟ ودي أول نقطة لازم تاخد بالك منها، وهي إنك لما بتحب أنت في الحقيقة مش بتحب الشخص نفسه، أنت بتحب الصورة اللي عقلك رسمها عنه. لأن الحب يا صديقي بيحطك تحت تأثير نفسي اسمه تأثير الهالة أو هالو إيفكت، ومعناه إنك لما بتشوف في اللي بتحبه صفة واحدة إيجابية، عقلك بيفترض بالتبعية إن باقي صفاته كلها إيجابية. مثلا لو شكله حلو، عقلك جدعنة من عنده كده هيقولك طالما شكله حلو يبقى أكيد شخصيته وأخلاقه هم كمان حلوين، فيبدأ عقلك يملأ الفراغات والتفاصيل اللي ما يعرفهاش بحاجات كلها حلوة، لحد ما تتكون صورة للي بتحبه في عقلك أحسن بكتير من الحقيقة، فتحب الصورة دي وانت فاكر إنك بتحب الشخص نفسه. وبعد الجواز لما تتعامل مع الشخص الحقيقي بتتفاجئ إنه مختلف تماماً عن الصورة اللي في خيالك، وتكتشف إن الحاجات اللي ما كنتش عارفها مش كلها حلوة، فتصاب بالإحباط وتحس إنك اتسرعت أو إن الطرف التاني كان بيخدعك. بس الحقيقة إنك انت اللي عملت كده في نفسك، انت بتلوم الطرف التاني إنه ما طلعش الملاك اللي في خيالك، والصح إنك تلوم خيالك اللي صور لك الإنسان العادي في صورة ملاك. المشكلة إن تأثير الهالة ده هيخليك تقع في مشكلة تانية، وهي وهم المعرفة. يعني إيه؟ يعني بتبقى مقتنع إنك عارف الطرف التاني عز المعرفة لمجرد إن بينكم قصة حب بقالها سنين، بس الحقيقة إنك عارف جانب واحد بس، الجانب اللي هو سمح لك تشوفه، واللي غالبا بيكون الجانب الحلو من شخصيته. وده مش معناه إنه بيخدعك، دي ببساطة طبيعة البشر. كلنا بنحب نبان في أحسن صورة عشان نتحب، فبنظهر صفاتنا الحلوة وبنداري العيوب عشان الطرف التاني يتقبلنا ويحبنا. عاملين زي اللي حاطط فلتر على الكاميرا وهو بيتصور عشان صورته تطلع حلوة. بس المشكلة إنك مش عارف الفلتر ده مخبي إيه وراه، ومش عارف الحاجات اللي مستخبية دي هتقدر تتقبلها في شريك حياتك ولا لأ. يعني مثلا، هل هتتقبل إنه يكون بخيل أو عصبي أو بيعامل أهله بطريقة مش كويسة؟
عشان كده سيبك من فكرة أنا عارفه كويس، وحاول تجمع عنه أكبر قدر من المعلومات الصحيحة قبل الجواز. اسأل بنفسك ودور كويس، وخلي أهلك كمان يسألوا ويدوروا. صدقني كل ما عرفت أكتر دلوقتي كل ما قللت الصدمات في المستقبل. ولو حد من أهلك خصوصا أبوك أو أمك قالك بلاش الشخص ده وكان عنده أسباب منطقية، بلاش تاخد الموضوع تحدي وعناد معاهم. افتح قلبك وعقلك لكلامهم وفكر فيه كويس، لأن الحب يا صديقي عامل زي الكشاف اللي ضارب في عينيك، مخليك مش شايف الصورة كاملة. فطبيعي إنك تدخل الجواز بتوقعات مش واقعية خالص. وده اللي بينقلنا للمشكلة اللي بعد كده، وهي توقعاتك عن الجواز نفسه. انت بتدخل الجواز وانت شايف ان معاك شريك الحياة المثالي، اللي بتحبه واللي قلبك اختاره واللي مقتنع انك عارفه عز المعرفة، واللي بيعمل اي حاجة عشان يرضيك ويكسبك. فطبيعي ان توقعاتك عن الحياة تبقى مرتفعة جدا. شايف ان الحياة لازم تكون مثالية ومليانة حب ورومانسية وما فيهاش مشاكل. باختصار شايف ان الحياة هيبقى لونها بامبي وانا جنبك وانت جنبي، مش كده؟ بس الحقيقة إن توقعاتك المرتفعة دي هي اللي هتحبطك بعد كده وتخليك مش راضي عن حياتك. ليه؟ لأنك ببساطة متوقع من الطرف التاني إنه يفضل بنفس الصورة اللي كان عليها قبل الجواز، صح؟ بس المشكلة يا صديقي إن كتير من المتجوزين عن حب بيقعوا في فخ اسمه وهم الحبيب المضمون. يعني إيه؟ زي ما قلنا من شوية، الطرف التاني بيحاول يظهر بأحسن صورة عشان يوقعك في حبه. المرحلة دي بنسميها مرحلة التطلع. يعني انت بالنسبة له هدف جميل بيتطلع انه يوصل له. طيب وصل الحمد لله واتجوزته، هنا بقى بتنتهي مرحلة التطلع وبندخل مرحلة تانية خالص اسمها مرحلة التملك. يعني الطرف التاني بقى حاسس انك بقيت ملكه، انت هدف تم تحقيقه وبقيت في نظره حاجة مضمونة. وده بيخليه يظهر قدامك على حقيقته تماما من غير اي فلاتر، وكل التجمل والمحاولات اللي كان بيعملها عشان يبهرك ويكسب قلبك هيبطلها. ليه؟ لأنه شايف إنه كسبك خلاص، فما بقاش شايف إنه محتاج يبذل أي مجهود تاني. هو عمل اللي عليه وزيادة قبل الجواز، وإنت بالنسبة له معركة هو كسبها وخلاص، آن لهذا المحارب أن يستريح. وده هيسبب لك أكبر إحباط ممكن تتخيله، لأنك كنت داخل الجواز ومتوقع إن كل حاجة هتفضل زي الأول، وإنه هيفضل يسعى عشان يكسب ودك ويرضيك، وإن حياتكم هتكون زي الأفلام، حب مستمر ورومانسية عالية. وعشان ما احبطكش واسود الدنيا في عينيك اكتر من كده، خليني اقولك شوية نصايح تخليك راضي ومبسوط في حياتك، سواء كنت متجوز عن حب او جواز تقليدي. اول حاجة، لازم تقتنع ان الطرف التاني مهما كنت بتحبه ومنبهر بيه هو انسان عادي، عنده مميزات وعنده عيوب. فشيل الصورة المثالية دي من دماغك، لانك في الاخر هتعيش مع انسان عادي سواء اقتنعت بده دلوقتي او لا. تاني حاجة، أنا قلت لك قبل كده حاول تجمع معلومات عن الطرف التاني قبل الجواز، بس خليني أكون صريح معاك، مهما جمعت معلومات في صفات مش هتعرفها إلا بعد الجواز. ليه؟ لأنها ببساطة ما كانتش موجودة أصلاً. أنت عرفت الشخص ده في ظروف مثالية، الدنيا كانت حلوة ومفيش ضغوط ولا مسؤولية. لكن بعد الجواز ومع قربكم من بعض والمسؤولية وضغط الحياة بتظهر صفات تانية خالص. الصفات دي لو كانت كويسة يبقى الحمد لله، لكن لو كانت غير كده، هنا بقى لازم يكون في لغة حوار بينكم. لازم تتكلموا بصراحة عن الحاجات اللي بتحبوها والحاجات اللي بتضايقكم، لأن الطرف التاني مش قارئ أفكار ومش هيعرف لوحده إيه اللي مضايقك منه. والكلام ده عليك أنت كمان، لأن الطرف التاني ممكن يشوف فيك حاجات ما كانش واخد باله منها ومش متقبلها. فلازم تتقبل إنه يجي ويقولك مثلا بص، أنا عاوز أقولك على حاجة بس من غير زعل، ممكن تروح لدكتور أسنان يشوف إيه سبب الريحة الوحشة اللي في بقك. أنت بقى ما تاخدش الموضوع بحساسية، هو مش بيهاجمك، هو بيحاول يحافظ على العلاقة وبيقولك على الحاجة اللي مضايقاه عشان يفضل شايفك في أحسن صورة. لأن الحب الحقيقي يا صديقي مش إنك تقبل الطرف التاني بعيوبه وخلاص، الحب الحقيقي هو إنك تقبل الطرف التاني وفي نفس الوقت تساعده يبقى نسخة أحسن من نفسه. صدقني لو نجحتوا إن يكون بينكم لغة حوار، حياتكم هتبقى أسهل وأجمل بكتير، وأي مشكلة هتتحل بسرعة. عكس اللي بيكتم وما بيتكلمش، ده عامل زي البالونة، المشاعر السلبية بتتراكم جواه يوم ورا يوم، ومع أي مشكلة صغيرة تلاقيه انفجر في وش الطرف التاني بغضب أكبر بكتير من حجم المشكلة. وده هيخلي الطرف التاني يتصدم، لأنه شايف المشكلة بسيطة ومش مستاهلة كل ده، وهو أصلا ما يعرفش حاجة عن التراكمات اللي جواك. فيبدأ يفكر إنك بتدور على المشاكل وبتتلكك له، وده هيخلي العلاقة بينكم تسوء بشكل كبير، لأن كل واحد فيكم هيبدأ يسيء الظن بالتاني. عشان كده خليك صريح وعبر عن اللي جواك أول بأول.
وفي النهاية أنا مش بقول إن الجواز عن حب لازم يفشل، لأ أبداً. اللي عاوز أقوله لك مش مهم بدأته إزاي، المهم هتكملوا حياتكم مع بعض إزاي. ولو عجبك الفيديو فأنا يسعدني جداً إنك تشترك في القناة.